تصريح خطير جدا من عبد الرضوان أبو حنيكة في أول ظهور الله بعد خسارة المنتخب الجزائري وفضيحة كبيرة ب3-0 أمام الأرجنتين من تسجيل الأسطورة ليونيل ميسي. ليونيل ميسي لاعب واحد فقط هزم الجزائر وهزم الأسطورة الجزائرية الذين دائما كانوا يتفاخرون بها، وعليه يرى مراقبون بأن خسارة الجزائر تعد ضربة موجعة لجميع الفيسبوكيين. وبهذا الصدد أيضا يرى مراقبون بأن المنتخب المغربي بعد تعادله مع البرازيل يعد ضربة قاضية جدا للنظام العسكري ومن جمهوره ومن الذبابة الإلكترونية في واقعة غريبة جدا رسمي داخل بلاطوات جزائرية في تحليل لافت جدا. كما قال أحدهم يريد خسارة المغرب ب6 أهداف مقابل 0، فجاءهم الرد السريع بالتعادل أمام البرازيل. في مباراة اليوم أمام اسكتلندا إن شاء الله المنتخب المغربي سوف يفوز، وسوف تكون أيضا ضربة قاضية في عقر دار الجزائر، وعليه أيضا المغاربة سوف يشجعون منتخبهم ويقفون معه، والإعلام الجزائري تمنى خسارة المنتخب المغربي لكن سوف نفوز إن شاء الله.